السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير وصحة وسلامة. بالرغم من انك حنين بس انت مش عارف ايه اللي بيحصل. بتكون قادر انك تحل مشاكل اي حد، بس بتيجي عند مشاكلك وما بتقدرش تحلها. اكتر الاوقات بتكون محتاج لحد يفضل معاك، وساعات بتكون مش عايز حد يقعد معاك، وساعات تكون متضايق مخنوق وعايز تفضل لوحدك. عواطفك حلوة جدا، شعورك بالمسؤولية تجاه اي حد. بإذن الله ربنا هيفرجها عليك. اطلب من ربنا الفرج لانه من عند الله. ربنا يرزقك اللي انت بتتمناه لانك بترضى باسمتك ونصيبك، وراضي دايما، ورضاك ده هيجيب لك الخير. حاول تردد لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، لان اوضاعك بقت صعبة زيادة عن اللزوم. بس باذن الله هتسمع اخبار حلوة هتغير حياتك. بس كل اللي عليك انك تقول يا رب، وربنا سبحانه وتعالى هيفرج همك وكربك، وحياتك هتتغير فوق ما انت متخيل. هيجيلك خير كتير بإذن الله ونعيم، وحالك هيتغير. هيجيلك رزق. ربنا مدبر الأحوال هيدبر أمورك. وبالنسبة لموضوع العين والحسد والسحر، عندك حسد وعين وسحر قوي جدا من شخص قريب منك جدا، هدفه انه يفرق بينك وبين حبيبك، مخليك دايما حاسس ببرود من ناحية حبيبك. الحسد والعين ده مقصود من واحدة ست وهي خبيثة جدا، بتحسد بطريقة وحشة. عينها صابتك وظهر عليك من الحالة النفسية اللي انت فيها، والحزن اللي بيجيلك فجأة. كمان بيجيلك ضيق في صدرك، جسمك تعبك، بتحس بتقل في أكتافك، بتحلم أحلام وحشة وبتصحى متضايق. بتكون تعبان ومخنوق ودايما حاسس بالصداع. ساعات ما بتعرفش تنام من كتر التفكير، وبتتردد في كلامك، بتتاوب كتير، دايما عصبي، بتتسرع من غير سبب، حياتك كلها متلخبطة. والموضوع ده مش هزار، الموضوع ده بجد. ما تسمحش للإحباط انه يسيطر عليك، حاول انك تتمسك بالأمل لغاية آخر نفس، وبإذن الله هتحقق أحلامك وأهدافك لأنك مؤهل لكده. عندك أدواتك وشخصيتك اللي هتحقق بيها أي حاجة انت عايزها. ما تخليش انشغالك بشغلك ينسيك حياتك العاطفية، لأن في شخص بيستناك وانت محتاج وجوده في حياتك، أو محتاج عموما وجوده جنبك. عشان ما تأذيش مشاعره خليك حريص في التعامل معاه. بإذن الله انت الأيام اللي جاية هتكون مليانة مفاجآت، تغييرات، أحداث جديدة، هيجيلك أخبار سعيدة. الأيام اللي جاية هتبقى خير وحب بإذن الله، فرحة بتستناها من سنين. أبشر لأن كرم ربنا سبحانه وتعالى بالأمان بعد الخوف وبعد الضيق، وهتنال رفعة قوية وعلو شأن هينشرح صدرك. هتفرح بالبشارة بإذن الله تعالى. مع عيشة هنية هتكون صبور وهتحصل على أي حاجة انت عايزها بإذن الله. والأوقات اللي انت كنت بتقعد فيها لوحدك ربنا هيهونها عليك، بس كل اللي عليك انك تدعي انه يهون عليك وتخرج من اللي انت فيه، ودايما تردد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هتحس بعدها من كتر الدعاء والإلحاح على ربنا انه هيستجيب له دعائك وكرمك بفضله، وعينك هتدمع من الفرحة لانك صبرت ولقيت نتيجة صبرك. ووقت حزنك وتفكيرك وتعبك ده هيعدي، بس انت كل اللي عليك انك تصبر وتصفي النية وانت بتدعي. شخصيتك بتمتلك طاقة عالية جدا في أي نشاط. انت بتحب الحياة والانطلاق لأي هدف انت عايز تحققه. شخصيتك بتحب الحياة جدا، عايز تتقدم في حياتك طول الوقت، وشغلك هو هوايتك المفضلة. بتفرح جدا لما تنجح، خليك إيجابي ناحية تطلعاتك العملية، واوعى تتشائم لو اتصدمت أو اتحطيت في أي موقف مؤذي. ما تركزش على الغلط، بص لقدام عشان تقدر تحقق أي حاجة انت عايزها. ما تتفاجئش برد فعل حبيبك لو انت مقصر معاه، لان طبيعة شخصيته بتطلب منك الاهتمام. لو ملقاش الاهتمام اللي هو عايزه واللي بيخليه يحس بحبك ليه، هتلاقي منه رد فعل هيزعلك، وهيحس باحساس حزين جدا. مشاكلك في الشغل ما بتخلص لانك اغلب الاوقات بتركز على الاسئلة والتفاصيل. شخصيتك بتمتلك طاقة عالية جدا. ممكن تطلع رحلة قصيرة مع شريكك عشان ترجعوا ذكرياتكم الجميلة. واحترمه قدام الناس، خليه ياخد وضعه ومكانه عشان تتجنب التدخلات واي محاولة لحد انه يوقع بينكم. كمان حدد مناقشاتك ومواضيعك من غير ما حد يعرف. بإذن الله في تغييرات إيجابية في حياتك بشكل عام، لأنكم من الشخصيات اللي بتصبر على الوضع اللي بتكون فيه، بس أوقات بتحس بالضيق
وخاصة لو اتعرضت لظلم بيكون الهدوء اللي انت بتتميز بيه هو انسب حل لخروجك من اي مشكلة بتتحط فيها او بتحط نفسك فيها. استحمل شوية عشان توصل لأهدافك. ما تتكلمش مع حد عن مشاكلك وأزماتك لأنهم ممكن يستخدموها ضدك أو نقطة ضعف. حاول انك تعمل خطة عشان تحقق حلمك وهدفك، واوعى تيأس ولو عدى عليك وقت ضعف او حزن، ده كله هيخلص وهينتهي بإذن الله تعالى. بتحب الطبيعة وتعشق الرومانسية، عقلك وحكمتك دول كويسين جدا. بتتقدم دايما في شغلك وبين صحابك، بتتعامل معاهم طول الوقت بضمير وده كويس جدا ليك. لكن حاول انك تسيطر على اسلوب حبيبك لانه ممكن يستغل الطيبة دي والضمير لصالحه. ممكن يبتدي يضغط عليك في اي حاجة هو عاوزها. خليك جد معاه ومحدد الكلام، ولو كنت بتاخد الكلام على اعصابك وبتوتر لازم تتمسك بالهدوء. شغل موسيقى او اي حاجة بتخليك تهدى وتستريح وتجنب اي حاجة بتعصبك لانها ممكن تزود حالتك النفسية. ولو كان ليك ازمات قبل كده ده مش معناه الفشل، لا انت لازم تبدأ من جديد. خلي عندك حماس في اي حاجة في حياتك لانك شخصية بتحكم فيها عقلها اكتر من مشاعرها. كمان في اخبار كويسة جدا قريب بإذن الله تعالى، نتيجة تعبك ومجهودك الزيادة في شغلك وجديتك فيه، واي قرار بتفكر فيه بيكون صح بينجز امورك بسرعة جدا. وعارف انك لو ما عملتش كده هتكون تحت ضغط ما بينتهيش. خلي بالك في ناس مهما عملت معاهم خير مش عاوزينلك اي نعمة تجيلك. ما تاخدش الامور دي بتوتر وعصبية وابعد. انت هتلجأ لشخص معين خسرته زمان بسبب حية خلتك تخسر الناس اللي حواليك وخلتكوا تبعدوا عن بعض. بظهور حقيقة ومواجهات ومكالمات هتنتصر علشان انت الصح ونيتك هي الصح. الحياة الخبيثة اللي معاك على طول هي اللي خربت الدنيا ودمرت حياتك وحقيقتها هتبان لانها منعت فرحتك واستكترت عليك الخير اللي ربنا بيبعتهولك. عندك انفراجة قوية في حد هيجيب لك شغل معين، وضعك هيبقى احسن من كده لان ربنا هيجيب لك حقك من ناس ضروك واذوك ودمروا حياتك. كانوا شايفين ان الخير اللي ربنا بيبعتهولك كتير عليك ومستخسرينه فيك، عاوزينك تبقى دايما في النازل. انت كسبت حاجات كتير هم عينيهم فيها بيحسدوك عليها، بياكلوا من خيرك ويطلعوا يتكلموا عليك. المهم انك تفوض امرك لله وتستعين بيه. حاول انك ما تظلمش حد الا لما تسمع منه الاول، لان في افكار وهواجس بتيجي لما الواحد يكون زعلان بس بعد ما بيعرف الحقيقة بيزعل انه ظلم اللي قدامه. وما حاولش انه يصدقه او يقتنع بكلامه. حاول تغير من وضعك هتلاقي اللي جاي احسن. كمان في ناس طمعانة فيك بيقربوا منك عشان مصلحتهم بس، والقريب قبل الغريب. في عندك حاجة ممكن تحصل، ممكن تقطع صلة رحم بس ربنا ما بيرضاش بكده مهما كان دي صلة رحم، لان انت عندك عادات وتقاليد لازم تمشي عليها لان الظلم وحش. هتبدأ تتحكم في عواطفك سواء في ارتباط او في بيع او شراء، لان انت عندك فرص عمل، تغيير دخل، وفي قرارات هتحلها وان شاء الله خير. رسالتك رسالة قوية بناء على هم وحزن كبير انت شايله. رسالتك محدش حاسس بيها ولا يعلم بحالك الا ربنا سبحانه وتعالى. بتعاني من ديون او تعب، الوضع بقى صعب. اسمع بقى وضعك اللي هيتغير. او قبل ما نبدأ ياريت نصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد. ان شاء الله في بداية حياة جديدة وحلوة. موت للحزن، هتحس بانك مطمن مستقر هادي. قلبك هيطمن لان انت فعلا عانيت جدا، ولسه بتعاني من مشاكل كتير جدا. نفسيتك كانت تعبانة تعب نفسي او عضوي، ماديا الاحوال مش كويسة، بس حياتك هتتغير بإذن الله بعد ألم وعذاب ومرار. بالنسبة اللي مش مرتبطين، خاصة ان الفترة اللي جاية ممكن يعترف لك شخص قريب منك جدا بحبه، بس انت هتحس بتوتر وقلق لان انت مش شايل له اي حب ومشاعر ولا بتحس باي حاجة تجاهه، وهو منجذب جدا. ما تخليش الحب والمشاعر نقطة ضعفك ولا يكون محور حياتك هو الحب. لازم يكون اهتمامك الاكبر لشغلك وحياتك الشخصية. طموحاتك واحلامك وامنياتك محتاجة لمجهود مضاعف. ما تستسلمش لاوقات اليأس اللي بتمر عليك. خلي اهدافك قدامك مهما حصل، لان اهم حاجة اهم حاجة عموما هو شغلك. كمان اكتر الاوقات بتحس بعسر هضم، ده بسبب الاكل اللي بيكون مش مناسب لصحتك. اهتم بالاكل الاساسي، الخضار والفاكهة والعصائر الطبيعية عشان تتجنب اي مشاكل صحية.
وتحكم في معدتك وما تزودش الحلويات. حاول تمشي على نظام غذائي صحي يساعدك على نزول الوزن، لانك الفترة دي وزنك زايد جدا بسبب الحلويات والاكل الجاهز. وابعد عن حالة الخمول والكسل. بإذن الله في تغييرات إيجابية في حياتك بشكل عام، لأنكم من الشخصيات اللي بتصبر على الوضع اللي بتكون فيه، بس أوقات بتحس بالضيق خاصة لو تعرضت لظلم. بيكون الهدوء هو أنسب حل لخروجك من أي مشاكل بتحط نفسك فيها. استحمل شوية عشان توصل لأهدافك. ما تتكلمش مع حد عن مشاكلك وأزماتك، لأنك ممكن الناس دي تستخدمها ضدك أو نقطة ضعف. حاول انك تعمل خطة عشان تحقق حلمك وهدفك، واوعى تيأس. لو عدى عليك وقت ضعف او حزن، كل ده هيخلص وهينتهي بإذن